السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي حكايات أم العيال، ومعاكم أم العيال. النهاردة هبدأ معاكم قصة جديدة بعنوان قصة حب ليلى لما القدر يجمع بين قلبين. قصة رومانسية واقعية يمكن تلاقوا نفسكم فيها أو تفتكروا حد عشتوا معاه أيام حلوة. يلا بينا نبدأ مع بعض القصة النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تسموا الله وتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ولايك حلو منكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان القناة تكبر بيكم. يلا بينا نبدأ ونشوف قصتنا النهاردة بتقول ايه. ليلى بنت بسيطة من قرية هادية عايشة مع أهلها في بيت ريفي صغير. كانت بنت هادية بتحب الزرع والطبيعة. كل يوم بتصحى بدري بتسقي الورد اللي مزروع في الجنينة الصغيرة قدام البيت، وتبص للشمس وهي بتطلع. بالنسبة لها الزرع مش مجرد خضرة، كانت حياة وروح. كانت تحلم بيوم تلاقي فيه حد يحبها زي ما هي بتحب الزرع والورد، وكانت دايما بترعاهم وبتهتم بيهم. ليلى كانت بنت وحيدة على اخواتها الأولاد، وده خلى أهلها دايما حاطين عليها مسؤولية كبيرة. أمها كانت دايما بتقول لها يا ليلى خلي بالك من نفسك، الدنيا مش سهلة للبنات. وكانت ليلى تبتسم وترد عارفة يا أمي أنا كويسة. رغم بساطتها كان عندها قلب كبير وعقل نضيف، وده خلى كل اللي يعرفها يحبها ويحترمها. ليلى كان دايما أبوها كمان يقول لها ليلى دي مش زي البنات، دي عقلها كبير وقلبها طيب. من وهي صغيرة بتحب الزرع، كانت لما تمسك شتلة صغيرة وتغرسها في الأرض تحس إنها زرعت جزء من روحها معاها. تسقيها كل يوم، تحكيلها وكأنها صاحبتها. بتقول للزرع محتاجة كلمة طيبة زي الإنسان، الكلمة الحلوة بتخلي القلب يعيش. أنا بحب ليلى جدا، وعارف إن أنا بنتي عقلها كبير وقلبها كمان طيب. كان يومها دايما بيبدأ بدري جدا. كانت بتصحى مع صوت العصافير وتفتح الشباك وتشم ريحة الندى. كانت تحب تشم ريحة الندى قوي. كانت دايما تنزل على الأرض بتاعتها الصغيرة اللي قدام البيت، بتسقي فيها البامية والملوخية، وتبص على شجرة الليمون اللي أبوها زرعها من سنين. كانت تحب تلمس ورقها وتحس إنها زي كف أمها دافي ورقيق. وكانت بعد كده تسقي شجرة المانجا الصغير اللي هي زرعته من البذر، وكانت دايما تقعد تحكي معاه هو والورد. بعدها كانت تساعد أمها في البيت، تعمل شاي وتجهز الفطار وتضحك مع أخواتها. بس رغم الجو العائلي ده كان في قلبها فراغ، زي ما يكون في جزء مستني حد يملاه. في يوم من الأيام راحت ليلى السوق مع جارتها أم حسن. السوق في القرية كان حاجة تانية خالص. كان ليه يوم مميز. كان ريحة السوق خضار طازة، والباعة كانوا دايما بينادوا ويقولوا بامية خضرة زي عيون الغزال، رمان من أرض الخير. كانت ليلى ماشية وسط الزحمة شايلة سلة صغيرة فيها شوية حاجات، وفجأة رجليها اتزحلقت على طوبة وكانت هتقع، لكن إيد قوية مسكتها في اللحظة المناسبة. رفعت عينيها بسرعة ولأول مرة شافت آدم. آدم شاب في أواخر العشرينيات، طويل، ملامحه هادية، عينه فيها طيبة مش عادية. ابتسم ابتسامة صغيرة وقال لها خلي بالك الطريق مش مساوي. اتلخبطت ليلى، قلبها دق بسرعة وردت بخجل وقالت متشكرة ما خدتش بالي. وهنا أم حسن ضحكت وقالت يا بنتي ركزي وانتي ماشية هتكسري نفسك. لكن ليلى ما كانتش سامعة حاجة خالص، كانت كل حواسها مشغولة بالشاب اللي سندها. رجعت البيت يومها وهي تايهة، كل ما تحاول تفتكر ملامحه وقلبها يدق أكتر. بتحاول تقنع نفسها هل هو ده مجرد صدفة، ولا موقف وعدى، ولا واحد بيساعدني وخلاص. لكن جوا صوتها حاجة تانية خالص بتقول لأ، دي بداية لحاجة مختلفة. طول الليل معرفتش تنام، كانت عمالة تتقلب على السرير وتبص في السقف وتفكر في ضحكته وصوته وإيده اللي سندتها، وبتحس إنها عايزة تشوفه تاني حتى لو من بعيد. تاني كده طول الليل تتقلب على السرير لغاية ما غلبها النوم. صبحت تاني يوم نزلت السوق تشتري شوية حاجات، وهي ماشية قلبها بيخبط كأنها رايحة تقابل حد مهم. وفعلا لمحته، كان واقف جنب راجل بيبيع أدواته الزراعية. لما شافها ابتسم، وهي رغم خجلها لقت نفسها مبتسمة ليه من غير ما تفكر. السلام بينهم كان بسيط، لكن جوه قلبها كان كبير جدا. ومن اللحظة دي حياتها ما بقتش زي الأول.
قلبها بدأ يحس بحاجة جديدة، حاجة مش عارفة توصفها بكلمة. هل هو حب ولا إعجاب ولا مجرد لحظة وتمر؟ لكن اللي كانت متأكدة منه إن في حاجات حقيقية اتزرعت جواها في اليوم ده. أحيانا يا جماعة اللقاء البسيط ده من غير ميعاد ممكن يبقى بداية قصة عمر كامل. وبدأت حياة ليلى تحس بحاجة غريبة، ومن اليوم ده بدأت ليلى لما تروح السوق بقى بالنسبة لها مش مجرد مكان يتبيع فيها الخضار وتشتري فيه طلبات البيت بس. بقى السوق بقى ليه معنى تاني. كل مرة تمشي بين الدكاكين والباعة قلبها بيتصارع وهي بتدور في عيون الناس على وجه واحد بس، وهو آدم. آدم من ناحيته رغم انشغاله بخدمة أمه والاعتناء بالأرض الصغيرة اللي عندهم كان بيفضل يعدي من السوق وقت وجود ليلى، أحيانا بحجة إن هو يشتري حاجة بسيطة وأحيانا تانية من غير سبب غير إنه يشوفها ولو دقيقة. وفي يوم وهي واقفة عند فرشتها تبيع الطماطم والبصل سمعته وهو بيقول من وراها: إيه رأيك نعمل هدنة؟ المرة دي أنا اللي أساعدك تبيعي بسرعة. ضحكت بخجل وقالت: هو أنت مش وراك شغل؟ قال لها: شغل هنا طالما انت هنا. الضحكة اللي طلعت من ليلى يومها ما كانتش زي أي ضحكة، كانت طالعة من قلبها، حست إن الدنيا لأول مرة فيها أمان وسند. الأيام عدت وكل مرة يتقابلوا في السوق الحوار بينهم بيكبر. كانوا بيحكوا لبعض عن قريتهم الصغيرة، عن معاناتهم مع الحياة بعد وفاة والده، عن تعبه عشان يحقق لنفسه مكانة. هي تحكي له عن حلمها تكمل تعليمها رغم إن والدها واقف ضد الفكرة بحجة إن البنت مكانها البيت. وفي يوم وهي بتحكي ليه: نفسي أتعلم ونفسي أكون ليا قيمة أكبر من مجرد البيع والشراء. رد عليها آدم بهدوء: انت قيمتك أكبر من كده يا ليلى، انت لوحدك عالم كامل وأنا مؤمن إنك هتوصلي. الكلام ده لمس قلبها جدا، لأن لأول مرة في حياتها حد شافها زي ما هي عايزة، مش مجرد بنت مطيعة بتنفذ أوامر أهلها. هي نفسها تكون حاجة، بداية متعرفش هي ايه، لكن زي ما بيقولوا العين ما بتستخباش. في السوق العيون كتير واللسان أطول. بعض الستات اللي قاعدين كانوا عمالين يلاحظوا إن ليلى وآدم بيتكلموا كتير وإنه بينهم ود مش عادي. الكلام بدأ يدور في السوق، وللأسف الكلام ده وصل لوالد ليلى. وفي ليلة وهو قاعد على المصطبة قدام البيت وجهه كان غاضب جدا، وقال بصوت غاضب: هو ايه اللي بسمعه يا ليلى؟ انت واقفة مع الولد الغريب ده كل يوم في السوق؟ ليلى هنا حاولت ترد، قلبها بيدق بسرعة: ده بس بيساعدني، مفيش حاجة يا بابا. لكن والدها ما اقتنعش: انا راجل فاهم الدنيا ومش هسمحلك تضيعي سمعتنا ولا سمعة بيتنا بسبب كلام فارغ. الكلام وقع عليها زي السكاكين. دخلت أوضتها وهي بتبكي بحرقة، كانت محتارة بين حبها اللي لسه بيتولد وبين خوفها من والدها وظروفها. آدم لاحظ اختفاء ليلى عن السوق يومين ورا بعض. القلق كان بياكله من جواه. قرر يكتب رسالة قصيرة على ورقة قديمة وحطها في كيس خضار صغير، وطلب من صبي صغير يوصله لليلى. الرسالة كانت بتقول: ليلى، الحب مش جريمة وأنا مش غريب، أنا واحد قلبه لقى راحته معاكي. لو الدنيا كلها ضدنا أنا مستعدة استنى وأثبتلك إن أهل لثقتك. لما وصلت الرسالة لليلى قلبها رجع ينبض بالأمل. مسكت الورقة بإيديها وهي عمالة بترتعش ودموعها بتنزل، لكن ابتسامتها ظهرت من بين الدموع وقالت لنفسها: يمكن ربنا بعتلي آدم عشان يغير حياتي. لكن الأمور ما وقفتش هنا. في السوق الكلام زاد والهمسات بقت صريحة. بعض الناس راحوا يلمحوا لوالدها إن البنت لازم تتجوز قبل ما تفلت من إيده، والوالد بدأ يفكر فعلا إنه يجوزها غصب عنها لواحد من رجال القرية المعروفين بالمال والجاه. أما آدم فحس إن المعركة لسه ما بدأتش وإن الطريق اللي قدامه طويل ومليان صعوبات، لكن كان مستعد يحارب الدنيا كلها علشان ليلى. وهنا بينتهي الفصل بتاعنا والحكاية بتاعت ليلى وآدم. الحب بدأ يكبر لكن الكلام في السوق زاد، ووالد ليلى بدأ يفكر في قرار ممكن يغير مصيرها بالكامل. يا ترى آدم هيقدر يثبت نفسه
وليلى هتعمل ايه قدام رفض والدها؟ استنونا في الفصل التاني من حكايات أم العيال، وسلام. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك حلو منكم عشان القناة تكبر بيكم ونحكي مع بعض حكايات كتيرة. سلام.